في حي قديم كانت هالة شغوفة بالقصص الغريبة. اشتغلت فترة بسيطة في مكتب محاماة صغير، وصدفة جات لها قضية ميراث عادية جدا في ظاهرها، لكن فيها ورقة غريبة ما كانش فيها توقيع، بس مكتوب عليها: أنا آسف، لكن الحقيقة مستحيل تتقال. الورقة دي اتوجدت في ظرف جوا درج مغلق في شقة مهجورة بقالها 17 سنة، تابعة لراجل توفى من زمان جدا وأهله بيطالبوا بالميراث. لكن اللي غريب إن الورقة مكتوبة بخط الراجل اللي مات بتاريخ بعد وفاته ب3 سنين. هالة ما قدرتش تتجاهل الموضوع وقررت تحقق بنفسها، وبدأت تفتش في تاريخ الشقة وصاحبها. وساعتها بدأت الحكاية. كل ما كانت تدخل الشقة تلاحظ إن في حاجات بتتغير أماكنها من غير ما حد يلمسها. أوراق بتظهر كانت مختفية، صور بتتغير فيها تفاصيل صغيرة. في تسجيل قديم من كاميرا مدخل العمارة شافت شخص شبه الراجل الميت داخل الشقة من أسبوع واحد بس. بدأت تسأل الجيران، لكن الكل بيتجنب الكلام عن الراجل، لحد ما ست كبيرة قالت لها: انت مش أول واحدة تدوري، بس اللي قبلك اختفوا. هالة قدرت توصل لمفتاح خزنة حديد كانت جوا الحيطة، فيها شرايط تسجيل صوتي، فيها صوت راجل بيبكي وبيقول: أنا شفت اللي محدش يقدر يشوفه، واللي عرفته خلاني أختار الموت. في التسجيل الراجل اعترف إنه شاف جريمة قتل حصلت في الشقة من 17 سنة، والجثة اندفنت جوا الحيطة. لكن الغريب الجثة عمرها ما اتلقت، واللي المفروض تقتل لسه عايش ورافع قضايا على الميراث. هالة وصلت لحقيقة صادمة: الراجل اللي مات كان هو الحقيقي، لكن حد تاني سرق هويته وبيعيش مكانه من يومها. الشقة كانت كلها مراقبة، والجدران فيها ميكروفونات وكاميرات متوصلة بمكان تاني. حد كان بيراقب كل الناس اللي بتحاول تقرب من السر. هالة اختفت بعدها ب2 شهر، وآخر حاجة كتبتها كانت: أنا وصلت لكل حاجة بس مش قادرة أتكلم.